ولا اهداف حتى الان، وتسديده واحده باتجاه المرمى. انطلاقه لحسن مصطفى. الفريقين وضربه حره. بيبدا الهجمه للنادي الاهلي ناحيه اليمين. احمد رضوان على طول مع ابو تريكه. هادي خشبه لشوقي لهادي. ابتدى النادي الاهلي يمسك نص الملعب، يتقدم على طول ابو تريكه ويحاول يعدي، يحطها حلوه 1-2، والكره الخطيره مره ثانيه، وحسن مصطفى التسديده سهله سهله. ابتدى النادي الاهلي يمسك نص الملعب. النادي الاهلي احمد رضوان وحسن مصطفى. استلم حسن مصطفى على الارض لابو تريكه، وابو تريكه عايز يرقص لكن بشير التبعي بيقول ابو تريكه بيقول انها لمست في ايده، لكن الحكم قريب جدا رودومونتي. طبعا الحكم هوا لاعب يعني كانها ما خبطتش في حاجه، ما بيأثرش لما الكره تخبط فيه، ما تأثرش على سير المباراه. الركنيه للنادي الاهلي وزحمه في منطقه جزاء الزمالك، تتلعب على طول من ابو تريكه. عبد الواحد يطلع ويرجع مره ثانيه. تامر عبد الحميد يسيبها لأحمد رضوان، ورضوان وركنية. وأبو تريكة هو المتخصص والمتعهد في الضربات الركنية في النادي الأهلي. لعب واحدة من الشمال وادي واحدة من اليمين، والرأسية من مين؟ دفاع الزمالك يشتت على طول. مطالبة بلمسة يد وركلة جزاء، لكن رودومونتي بيشير باستئناف اللعب، قال إن هي ما فيهاش حاجة. أبو تريكة مقطوعه. حازم امام يحاول يفرض سيطرته في نص الملعب، يمتص حماسه واندفاع لاعبي النادي الاهلي في نص الملعب، يبعد الخطوره عن منطقه دفاعه، ويحاول الوصول الى مرمى عصام الحضري لتصعيد مهمه الزمالك. ابو تريكه والضربه الحره. ابو تريكه لكن عاليه فوق وضربه مرمى. انا شايف طارق السعيد بيجري حركات الاحماء خارج الخطوط. طبعا بدلاء نادي الزمالك النهارده محمد عبد المنصف ومحمد صديق وطارق السعيد وجمال حمزه. ايه اللي فكر فيه فنجان. تتلعب الكوره. احمد رضوان النشيط، احمد رضوان، لكن الاباني يقطع بثقه. وائل الاباني بعد ما ابتدى نادي الزمالك يتقدم لنص الملعب ويحاول ان يوجد الكره اطول فتره ممكنه في نص ملعب النادي الاهلي، وما عادش فيه الهجمات. نشوف الكره دي. محمد ابو تريكه وتسديده قويه جدا لكن تفتقد للدقه من ابو تريكه. محمد ابو تريكه 8 اهداف في الدوري ابو تريكه، منهم 5 مع النادي الاهلي و3 مع الترسانة قبل ما ينتقل من الشواكيش ويلبس الفانيلا الحمراء. لكن ايام الترسانة وهو في الشواكيش ما سجلش في الزمالك على فكره، لم يسبق له التسجيل في الزمالك قبل كده. ادي ابو تريكه اللي بنتكلم عليه، اثبت وجوده بشده في الفتره الاخيره. محمد ابو تريكه ماشي. ابو تريكه ومعدي، ومجهود مضاعف من لعيبه النادي الاهلي دلوقتي لتعويض غياب زميلهم احمد سيد اللي اتطرد والنقص العددي. جيلبرتو لمحمد شوقي، رمية التماس. ولا يعمل ايه ابو تريكه في الضربه الحره. ابو تريكه هوبا وضربه الراس. مش ممكن. فرصه يعني الاخطر بعد فرصه اسامه حسني، فرصه لكن معذور، له عذره. شادي محمد هو اللي مضيع. الشد العصبي طبعا واضح تماما. شوفوا حضراتكم معديه لعبه راس من وائل وهو لوحده بباطن القدم، انما لعبها عرضيه ما لعبهاش باتجاه المرمى. بتتعاد مره ثانيه وثالثه اهي قدام حضراتكم. ثاني فرصه ثمينه للنادي الاهلي ممكن كان يسجل منها هدف، غير الموازين. ومن قبل الهدف طبعا الطرد والبطاقه الحمراء، وبعدين نادي الزمالك سيطر، انما في فرص للنادي الاهلي ضيع. الضربه الركنيه اتلعبت. حسام عاشور يستلم حسام وتسديده قويه لكن فوق وعليه. في الدقيقه 15 من ضربه حره مباشره، وبدات احداث الشوط الثاني. ونتابع مع حضراتكم لو في تغييرين. كان في الشوط الاول خرج اينو، الاثنين مدربين فينجادا وجوزيه. تتلعب الكره. هادي خشبه هجمه النادي الاهلي. ابو تريكه عدى ابو تريكه وماشي، لكن معاه مش سايبه بشير، واتلعبت وصلت في الشمال لاسامه حسني. جوه المنطقه في محمد شوقي، اسامه يسند لجلبرتو والعرضيه، ومحمد شوقي فعلا. لكن عمل ايه محمد شوقي؟ ايه اللي عملته ده شوقي؟ عبد الحفيظ دلوقتي هو اللي هينزل على الخط في النادي الاهلي كبديل سيد عبد الحفيظ. نقل نفسه في الشمال دلوقتي حسام عاشور، واحمد رضوان لوحده ناحيه اليمين، واتلعبت لاحمد رضوان فعلا ورا طارق السيد، واحمد رضوان يرجعها لاسامه حسني. لكن دفاع الزمالك الاباني. الزمالك في لقاءات القمه بالظبط. الهجمه اهلاويه. ابو تريكه في الشمال جميله قوي لجلبرتو، الجبهه اليسرى. جلبرتو يقودها بمفرده النهارده، حتى في البدلاء مفيش محمد عماره، مفيش ابو مسلم طبعا مصاب. طويله من جلبرتو مش لحد خالص. بشير التبعي يستلم، لعبها وحش بشير. حسام عاشور يقطع على طول. حسام. ابو تريكه معدي. ابو تريكه وماشي. ابو تريكه محمد. ابو تريكه يا ولد يا لعيب يا كبير قوي يا محمد. ابو تريكه اول اهداف ابو تريكه في شباك الزمالك.
سواء بالفانيلا الزرقاء او بالفانيلا الحمراء. محمد ابو تريكة يعيد الاهلي للمباراة مرة اخرى بهدف في الدقيقة 22. يمكن برضو اول فرصه حلوه ملعوبه للنادي الاهلي، منقوله من نص الملعب، مقطوعه الكره يبتديها حسام عاشور، يتقدم يلعبها لابو تريكة، ابو تريكة يستخدم مهارته في تثبيت الكره وياخد النظره باتجاه مرمى عبد الواحد السيد ويحط الكره في اقصى الزاويه اليسرى لمرمى عبد الواحد، اهي بتتعاد مره ثانيه. شوفوا حسام عاشور بدا الهجمه لعبها لابو تريكة، بيبص النظره للكره ونظره للمرمى، عدى التمويهه، خد اللقطه، صور المرمى، سدد، جاب الجول الاول للنادي الاهلي. 2 الزمالك 1 ابو تريكة في مباراه في شوطها الثاني. شايف يا كابتن حاتم اعلى مستوى فنيا من الشوط الاول، واحلى بالهدفين اللي جم لعب حليم ومحمد ابو تريكة. اكيد هتحلو تاني والمباراه تعود مره اخرى لنقطه البدايه بين الفريقين الكبيرين. ادي الكرة اجمل النادي الاهلي، الحكم ممشي اللعب، تتلعب لجilberto، جمعة يقطع بصدره على طول. حسام عاشور، محمد ابو تريكة، محمد شوقي، لمسه لمحمد ابو تريكة. شوف لما اتحرك محمد ابو تريكة يا كابتن حاتم شكل الاهلي اختلف. والتسديده محمد ابو تريكة، لكن المره دي عاليه وفوق وبره. ضربه مرمى للزمالك اكيد ما فيش شك. بدا يهرب من الرقابه، في بدا يسقط كتير في نص ملعب ابو تريكة. هو ابو تريكة لما بيلعب قدام بجوار راس الحربه او يعني في الثلث الاخراني بيبقى صعب عليه لانه بيستلم او ما بيستلمش، يعني هو بيبقى الملعب بيبقى بظهره فبيبقى صعب عليه، انما في وش الملعب في نص الملعب. التغيير الاخير والورقه الاخيره لدى مانويل جوزيه فعلا، لكن ابو تريكة قد يكون هو الذي يحمل الورقه الاخيره الرابحه، لكن عبد الواحد السيد لاتاحه الفرصه لنزول خالد بيبو. ادي كابتن ثابت البطل طبعا لسه جاي، لسه راجع من فرنسا، بنقول له الحمد لله على السلامه والف سلامه طبعا كابتن ثابت. وابتدينا في الدقيقه 41 تسللات، 3 على الزمالك ولا شيء على الاهلي، وهتلعب الكرة وهجمه النادي الاهلي. محمد ابو تريكة سقط تاني دلوقتي اهو، ابو تريكة في وسط الملعب وبيلعب بيبو اسامه حسني قدام، سيد عبد الحفيظ عمل اهو طارق وعايز يعمل 1 2 لكن برضه مقطوعه ما كملتش. بقت هجمه مرتده النادي الاهلي سريعه، اسامه حسني، حسام عاشور، حكم بيقول العب، جilberto موه جilberto يجي بيها بالعرض، يمشي بعرض الملعب ويلف تاني، لازم بالقدم اليسرى جilberto، جاب على رجله الشمال فعلا، اتلعبت لخالد بيبو، وخالد بيبو والظهور الاول لخالد بيبو في القمه 93 في ايد عبد الواحد السيد. طويله من عبد الواحد، عبد الحليم علي، وكره مشتركه مع شادي، يتفوق عبد الحليم، رجعها ورا النادي الاهلي لتحقيق التعادل. بشير التبعي بدماغه، طلع على طول طارق السعيد،